كنا على تمام 4:04 مساء متجهين إلى مستشفى الحكمة، وقمت بالتقاط مجموعة من المشاهد المصورة، من بينها مشاهد لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت مصابة بحروق في الوجه واليد اليمنى، وكان سبب الحرق اندلاع حريق في كامل المنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر على مدينة مصراتة، مما اضطر والدتها إلى إشعال شمعة لتنير ظلمة الليل الطويل وسط دوي المدافع وقذائف الهاون وآزيز الرصاص. فاطمة الطفلة البريئة تسكن في منطقة يدر التي لم تسلم من القصف الهمجي من قبل كتائب القذافي التي كانت تقصف جميع المناطق دون استثناء، ليلا ونهارا، سرا وجهارا. لب العالم يتحرك بأسرع ما يمكن، كل يوم موت، كل يوم قتل، دماء تسيل على الأرض. الطفلة البريئة هذه سببها من انقطاع التيار الكهربائي، السبب في حرق من يدها ووجهها، تشوه وجهها. هذا من لولا قطع ضي ما فيش كلام. هذا أرجو من كل مسلم، كل من لديه ضمير حي، أنه يغيث شعب مصراتة، ينقذ شعب مصراتة من المجزرة اللي تصير. أطفال يموتوا كل يوم، شباب، نساء، شيوخ، بشكل غريب. وبينما كنا هناك قدم إلينا أحد المسعفين قائلا بأنه وجد بمبنى الأوقاف، وهو أحد الأماكن التي كانت قد دخلت إليها عناصر الكتائب وقامت بالعديد من الجرائم، وأشدها العبث بكتاب الله العزيز، حيث قاموا بتمزيق المصاحف وكتابة مجموعة من الرموز والكتابات عليها. وقال المسعف بأنه يشك في أن هذا من أحد ضروب السحر الذي لجأت إليه هذه الكتائب بعدما رأته من استبسال الثوار في الدفاع عن مصراتة وأهلها. تختلف هذه الكتابات من الرموز إلى الوعيد بالانتقام من مصراتة وساكنيها، وإنما تقوم به هذه الكتائب من انتهاك لديننا وعبث بقيمنا ومعتقداتنا، أكبر دليل على استخدام هذا النظام للمرتزقة الذين لا يعرفون شيئا عن الدين الإسلامي، واعتماده اعتمادا كبيرا على الشعوذة والسحر. في الأوقاف. تفضل. وين المشاركة حتى؟ كلاب القذافي. تفضل. لما كانوا تمركزوا في الهيئة العامة للأوقاف، قاموا ب صور أبلغ عن الكلام، يعني فعلوه بكتاب الله. لما ظهر محمود مش عارف شنو على كتاب الله، يعني بعد ذكي ما المهدي مش عارف منو وانتهى الأمر على هذا النحو. الله، يعني كثير لما تتصفح أنت غيره في سيناء. يعني كنا ناخذ صفحة بصفحة، يعني في مش عارف شنو الكلمة على كتاب الله يعني. سلام. بالإضافة إلى الكتاب على المصحف كان لقينا أكياس هيروين. في رأس المهدي، يبين أن واحد منهم اسمه المهدي حصل ضربة براسه. بوش USA مش عارف شنو نقصد فيها. الله أكبر. مغيرين كتاب الله. تفضل.
يعني كثير لما تصفح يعني على مهل حتلقى يعني خط غير التمزيق يعني غير التمزيق كتاب الله يعني. وكان كاتب اسمه هذا تقريبا الجرناطي ولا الجراضي ولا الله اعلم يعني. جبريل ولا ما عارف شنو. أعوذ بالله. الشيطان الرجيم وإليك المصير وما أعرف. يعني إنسان هذا يعرف يكتب مش يعرف إن هذا قرآن. فرق بين إن إنسان ما يعرفش يكتب وإنسان يعرف يكتب. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمزيق. تفضل تمزيق. تمزيق كتاب الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أوه. اسمه محمد الهاشمي الجرناضي. محمد الهاشمي الجرناضي هذا صاحب هذا واحد منهم. لحظة بس وفيها تم محاولة اتصال بسبس يعني. تفضل. لا نبي اللي فيه التحريف كله تمزيق التمزيق. لا يصير بديل صورت الأول صورت الأول عاد حكينا في المنيف واجبي بيني انا ونص جو الشياطين. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة. ارجو بالله بعدين يحطون هنا في الدرجة. الأوقاف هذه كان الأوقاف ما هم مش كانوا فيها الأوقاف لا أردن ومعاها يرويرنا. بسم الله. هذينا كيل كودز يعني للجنود شفرات. بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. سلاما قولا من ربي الرؤوف الرحيم.